ده سامسونج A54 الجديد كليا من سلسلة ال A اللي ليها شعبية كبيرة دلوقتي في الفئة المتوسطة، لأنها بتقدم مواصفات كويسة بموبايلات جاية من شركة كبيرة وبتنافس بقوة. الموبايل ده اتسألت عليه كتير قوي في التعليقات، عشان كده هنستعرض مع بعض المميزات والعيوب وكل حاجة في فيديو النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وكمان تزود عدد المشتركين بإنك تشترك في القناة. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع سامسونج A54 5G. واول حاجه بنبدا بيها دايما هي التصميم. سامسونج A54 بيجي بتصميم بسيط وراقي بيخليه جذاب وشيك، وده عشان سامسونج عملته بتصميم اشبه بموبايلاتهم الرائده الفلاج شيب، بشكل الظهر والحواف، والابرز والاوضح شكل الكاميرات الجميل. وزود على التصميم الشيك ده الخامات كمان المصنوع منها الموبايل، لان سامسونج لاول مره في موبايلاتها المتوسطه بتنزل لك موبايل بظهر مصنوع من الزجاج، وضيف كمان ميزه ان الظهر عليه حمايه زجاج جوريلا جلاس الجيل الخامس، بالاضافه لانه مقاوم للميه بمعياريه IP67، وده يخليك تحس انك ماسك موبايل رائد مش مجرد موبايل من فئه متوسطه. شكل الكاميرا الثلاثيه دي بالرصه اللي عامله شبه سلسله الاس 23 بتخلي شكل الموبايل مميز عن المنافسين عشان اشبه بموبايلات سامسونج الرائده. كمان شكل الكاميرات متناسق جدا مع الظهر عشان جايه من غير اي اطارات، والبروز اللي فيها واضح بشكل بسيط ولكن شيك جدا. التصميم ككل سهل وممتاز زي ما قلت لك، ولو معاك الموبايل ممكن حد يظن انك معاك موبايل فلاج شيب من سامسونج، مع العلم ان الموبايل بيجي زي ما قلت لك في بدايه الفيديو في الفئه المتوسطه. في الاطار بقى من اليمين هتلاقي زرار التحكم في الصوت وتحتهم زرار الباور، اما بقى في الاطار من الشمال مش هتلاقي اي حاجه. من الاسفل هتلاقي السماعه الخارجيه اللي بتيجي بصوت ستيريو محترم جدا جدا، وهتلاقيه قوي واداؤه ممتاز. ومعانا المايكات الخارجيه، وفي وسطهم منفذ الشحن التايب سي، وللاسف مش هتلاقي منفذ 3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري. في الموبايل بقى من فوق هتلاقي المايك الخارجي التاني عشان العزل، وهتلاقي كمان منفذ الشريحة اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال 5G. حجم الموبايل وأبعاده متوسطة تخليك تقدر تمسك الموبايل ده بإيد واحدة، بس اللي ممكن يضايقك وزن الموبايل لأنه بيجي بوزن تقيل شوية 202 جرام، لكن كحجم كلي مسكته هتبقى مريحة في الإيد، لأن الموبايل فيه انحناءات بتساعدك على مسكته بكل راحة. وطبعا هنزلك على الشاشة دلوقتي أبعاد الموبايل. التصميم ككل مبهر وجميل، وانا عاجبني قوي لغه التصميم الجديده في سامسونج اللي انا متاكد ان هي كمان هتعجب. وتقدروا تقولوا لي رايكم في التعليقات عن التصميم. عشان ننتقل للنقطه الثانيه معانا وهي الشاشه. سامسونج A54 بيجي بشاشه انفينيتي او بشكل الثقب اللي بيجي بحجم صغير جدا جدا. الشاشه من نوع سوبر اموليد بحجم 6.4 انش بدقه فول اتش دي بلس، بتردد بيوصل معاك لحد 120 هرتز، وده طبعا هيديك سلاسه غير طبيعيه اثناء الاستخدام في الموبايل في كل حاجه، سواء في التصفح او التنقل بين التطبيقات او مشاهده الفيديوهات وكل حاجه. كمان الشاشه بتدعم HDR10 بلس وخاصيه Always on Display، والبصمه كمان اسفل الشاشه اللي بتشتغل بكل كفاءه، لكن مش هتلاقيها 100% احسن حاجه. الشاشه جميله والوانها ممتازه ومشبعه، كمان بتيجي مع تباين ممتاز وتجربه ككل ممتازه. حتى السطوع بتاع الشاشه قوي جدا بيوصل معاك لحد 1000 نيتس، وعشان تعرف الرقم ده هيقدم لك ايه، هيخلي لك الموبايل ده سطوعه تحت اشعه الشمس واضح جدا، وتقدر تشوف الشاشه بكل سهوله. الشاشه طبعا بتيجي بحمايه زجاج جوريلا جلاس الجيل الخامس، ودي نفس طبقه الحمايه اللي موجوده على الظهر زي ما قلت لك في التصميم، وده بيخلي الشاشه قويه بقدر الامكان. لو شفت الحواف بتاعت الشاشه هتحس ان هي كبيره شويه، لكن فيها ميزه صغيره هي ان كل الحواف متناسقه مع بعض. يعني هتلاقي الحواف اللي في الجنب زي الحواف اللي في تحت كلهم بيجوا بنفس المقاس، وده بيخلي الشاشه في النهايه شكلها مقبول ومرضي ومريح للعين. في النهايه الشاشه ككل كويسه وممتازه، وطبعا مش محتاج اكلمك عن شاشه نوعها سوبر اموليد بتقدمها سامسونج، لانها هتقدم لك احسن تجربه ممكن تلاقيها في موبايل في اي فئه. وعشان كده هننتقل للنقطه الثالثه معانا وهي الاداء. الاداء في الموبايل متحسن عن الموبايل السابق اللي هو سامسونج جالاكسي A53، لان الموبايل هيقدم لك اداء افضل واحسن. وسامسونج استخدمت هنا المعالج الجديد اللي هو اكزينوس 1380 بتكنولوجيا 5 نانومتر مع ذاكره تخزين سريع من نوع UFS 2.2. على الرغم من ان المعالج ده كويس جدا، الا انه مش هيقدر يتفوق على معالج سناب دراجون القديم اللي هو 778 مثلا. لكن نرجع ونقول المعالج الاكزينوس ده متحسن في الموبايل احسن من السابق. بس بالنسبه بقى للاداء، الموبايل هيقعد معاك اداء كويس جدا جدا بشكل يومي، يعني مش هتلاقي تقطيعات ولا تهنيجات الا بسيط قوي، وده طبيعي في معالج اكسينوس، لكن الاداء هيبقى مرضي جدا جدا معاك طول اليوم. بس لو جيت تضغط على الموبايل بشكل كبير زي الالعاب التقيله مثلا مش هتاخد منه احسن اداء. ليه؟ لان ظهر الموبايل الزجاجي ده هيخلي الموبايل يسخن اسرع، وده هتحس بيه لما تبدا تمسك الموبايل مع الضغط عليه. وطبعا السخونه هتقلل الترددات بتاعه الشاشه، فساعتها لما هي هتقل
ال 120 هرتز مش هتاخدهم كاملين، وده هيأثر طبعا على التجربة الراقية اللي انت ممكن تكون مستنيها، لكن هيشتغل معاك برضو كويس عشان ما نظلمهوش. بس لو انا عايز اجيب موبايل موجه للالعاب طبعا مش هفكر في سامسونج A54، لكن فيما عدا ذلك الاداء كويس جدا جدا وفارق بشكل واضح عن الجيل السابق. اللي بيساعد الموبايل ده وبيميزه عن المنافسين ان بيجي باحدث واجهة من سامسونج هي One UI 5.1 مع اندرويد 13 الاحدث. الموبايل بيدعم ميكروفون خاص بالعزل، وكمان بيدعم خاصية ال NFC ومع خاصية الهابتيك فيدباك اللي بتحس بيها بكل حاجة بالاهتزاز من خلال التعامل مع الشاشة. وعلى ذكر الواجهة والاندرويد، فالموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة، مع ان مستشعر التقارب اللي هو بتاع المكالمات بيبقى من خلال السوفت وير وبيشتغل كويس، ما تقلقش منه. بالنسبه بقى للشبكات في الموبايل بيقدم اداء كويس جدا ومش هتلاقي منه اي مشكله ولا اي تاخير او تقطيع في الشبكه. ننتقل بقى للنقطه الرابعه معانا وهي الكاميرات. سامسونج A54 بيجي بكاميرا اماميه بتقدم لك اداء ممتاز جدا بدقه 32 ميجا بفتحه عدسه f2.2. بالنسبه بقى للكاميرا الخلفيه فبتيجي ثلاثيه، الاولى الرئيسيه بدقه 50 ميجا بفتحه عدسه f1.8 بتيجي معاها مثبت بصري، والكاميرا الثانيه بدقه 12 ميجا بفتحه عدسه f2.2 ودي خاصه بالتصوير الواسع. اما العدسه الاخيره لتصوير الماكرو فبتيجي 5 ميجا بفتحه عدسه f2.4. الكاميرا بتقدم اداء ممتاز جدا جدا، بتصور معاك حرفيا في اي ظرف، سواء بقى اضاءه عاليه او اضاءه قليله هتلاقي شغاله معاك في اي وقت، وده طبعا بيفرق معانا كتير عن الاجيال السابقه زي A52s او A53 لان الكاميرا هنا متطوره جدا عن السابق. كمان اداء كاميرا السيلفي ممتاز جدا، وبرده نفس الكلام تقدر تعتمد عليها في اي ظرف. الكاميرا زي ما قلت لك حلوه، احلى ما فيها انها بتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K، وكمان فيها مثبت بصري، مع العلم وخلي بالك انه مش بيشتغل معاك اثناء تصوير ال 4K، ودي يمكن حاجة مش تمام قوي في الكاميرات، بس كمان هتلاقي فيها كل الاوضاع في التصوير. ده غير كمان انك هتلاقي مايك للعزل عشان تاخد احسن تجربة في تسجيل الفيديوهات. كاميرا جميلة واعتمادية، مقارنة بموبايلات كتير هتلاقيها منافسة جدا، هتلاقي متفوقة عليهم شوية، لأن الكاميرا هتديك نتائج ممتازة وهتبقى أحسن وأحسن معاك لما الإضاءة في المكان اللي بتصور فيه تبقى عالية، زي مثلا إنك تصور في ضوء الشمس في النهار أو مكان إضاءته مرتفعة، ساعتها هتاخد منها أداء خرافي. ننتقل بقى للنقطة الخامسة معانا وهي البطارية والشحن. سامسونج A54 بيجي ببطارية كويسة 5000 ملي أمبير بتقعد معاك اليوم وزيادة، وطبعا النقطة دي مفيش عليها أي مشكلة. أداء البطارية هتديك شاشة شغالة حوالي 7 ساعات بشكل متواصل، لكن للأسف الموبايل بيدعم قدرة شحن لحد 25 واط اللي يشحن لك الموبايل تقريبا لحد 100% من ساعة وربع لساعة ونص تقريبا. ضيف كمان على كده للأسف إن الشحن مش هتلاقيه موجود معاك في العلبة، لأنك هتلاقي في العلبة بس الورق الخاص بالموبايل والموبايل وسلك الشحن التايب سي. نيجي بقى لآخر نقطة معانا اللي كلنا بنستناها وهي السعر. سامسونج A54 بيجي بنسختين، الأولى 128 جيجا مع 8 رام، والتانية 256 مع 8 رام برضو. الأولى بتيجي في مصر للأسف بسعر 16500 جنيه، والتانية الأعلى بتيجي بسعر 17500 جنيه. طبعا ده بسبب الأسعار عندنا بقت في حتة تانية، وعلى الشاشة هتلاقي الأسعار لبعض الدول، وممكن ننزل لك في صندوق الوصف الأسعار لأغلب الدول العربية. دي كانت كل حاجة عن موبايل سامسونج A54. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك اعمل اشتراك في القناة وما تنساش اللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. شكرا على المشاهدة، وشكرا 37000 مشترك. مع السلامة.